الملياردير البريطاني مايك لينش اللي غرق باليخت في بالميرو الإيطالية كان حديث السوشيال ميديا في الأيام اللي فاتت، خصوصا أن رحلة البحث عنه استمرت حوالي 5 أيام. الغريب في الموضوع أن اليخت كان من أفخم اليخوت اللي ممكن تشوفها، وكأنه مدينة صغيرة على البحر. كان في كل حاجة من حمامات سباحة خاصة لصالات السينما. طب إيه اللي حصل؟ وليه اليخت غرق وعثروا على الملياردير ولا لأ؟ كل ده هتعرفوا لما تكمل الفيديو للآخر. مايك لينش الملقب باسم بيل جيتس البريطاني يبلغ من العمر 59 سنة، وهو مؤسس شركات أوتونومي متعددة الجنسيات لتكنولوجيا المعلومات. كان بيحتفل مع أصدقائه على متن يخت في مقاطعة بالميرو الإيطالية بتبرئته من قضية احتيال بقيمة 11 مليار دولار في الولايات المتحدة الأمريكية. وبسبب سوء الأحوال الجوية غرق اليخت، وأصبح رجل الأعمال البريطاني مايك لينش ضمن المفقودين. وانقضت زوارق دورية خفر السواحل 15 شخص بينهم زوجة رجل الأعمال البريطاني، واستمر البحث عن 6 مفقودين بينهم لينش. وفتحت السلطات الإيطالية تحقيق في الحادث، وشاركت في عمليات البحث قوات من خفر السواحل وفريق غوص للعثور على المفقودين بعد غرق المركب اللي كان علم بريطانيا ويحمل على متنه 22 شخص. وبعد أيام من البحث عن المفقودين تم العثور على جثمان الملياردير البريطاني مايك لينش. جثمان الملياردير البريطاني يعتبر الضحية الخامسة التي تم انتشالها من فرقة الإنقاذ، وده بعد ما تم انتشال جثامين رئيس مورغان ستانلي انترناشونال بلومر وزوجته ومحامي مايك لينش وزوجته. ولسه عمليات البحث مستمرة عن ابنة مايك لينش البالغة من العمر 18 سنة.